هي ايه قصة فنزويلا؟ وليه امريكا؟ وليه فنزويلا؟ هقول لك. فنزويلا اكبر احتياطي بترول في العالم، اكبر من السعودية نفسها وايران وكام دولة كده متجمعين على بعض. عندها احتياطي مش اقل من 300 مليار برميل. فده طبعا احتياطي هائل جدا. بس ايه اللي بوظ الدنيا بقى؟ اللي بوظ الدنيا ان الحكومة الفنزويلية قاعدة تطبع فلوس من غير اي اقتصاد قوي، وده خلى الفلوس في الاخر تبان كانها ورق ملهاش اي قيمة. وهنا بقى امريكا اتدخلت، عقوبات نفطيه، تجميد فلوس، خنق اقتصادي بالكامل. انت مال امك. لان فنزويلا اكبر عدو لامريكا بقالهم فتره، لو طلعت وشمت النور النفط الفنزويلي ده هيأثر على المبيعات بتاعه امريكا في البترول نفسه. فامريكا لما هتسيطر عليه ساعتها كده النفط الفنزويلي هيستخبى، فالنفط الامريكي هيبيع اكتر واكتر. طب هو مين اللي اتضر، الحكومه ولا الشعب الفنزويلي؟ طبعا الشعب هو اللي اتضر. ومن هنا ده درس، فنزويلا دي درس للعالم كله، ان البترول لوحده مش هو اللي هيحميك طول ما السياسه قذره. هقول لك.